ايوه يا حسين، يعني انا اشتغل مع الادلس طول النهار وفي الاخر يطلع كلون؟ اطلب لي يا ابني واحد جديد، والكلون ده ينفع تعمل له ريفند؟ اعمل له ريفند على الشائع كارت. يلا القرف ده. مساء الخير. النهارده هنتكلم عن اغرب طريقه سرقه واغرب سرقه في العالم بشكل حقيقي. بس قبل ما ابدا وعايز اتكلم في موضوع مهم، اتمنى ان كل واحد فيكم يعمل سبسكرايب، لانه ما شاء الله عليكم 90% مش عاملين سبسكرايب. مفيش مشكله، بس لو عملتوا سبسكرايب ده هيساعدنا في القناه. لو هنتكلم عن السرقه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده، هي اكبر واصعب طريقه سرقه ممكن تحصل في العالم كله، والجريمه هي سرقه المشاهير الكبار اللي في العالم. يعني سرقه انسان بالكامل بكل حياته وتفاصيلها وكل متطلباتها، يعني سرقه جسم انسان بني ادم بالكامل من اولها لاخرها. طب يا سيدي هصعبها عليك وهقول لك ان ما حدش بقى يجرؤ ان هو يعمل تحقيق في السرقات دي، مع ان السارق ماشي بسرقته قدام العالم والكاميرات ولا حد يقدر يقرب له. طب ليه؟ ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ لا. المتعارف عليه ان اي سرقه في العالم بتحصل لازم الضحيه او على الاقل اهل الضحيه او على الاقل البي اف اف بتاعها يعمل محضر. لكن في الحاله اللي احنا فيها دي الضحيه نفسها مش موجودة. الضحية نفسها اتسرق من جوه بروحه بجسمه بحياته، يعني هو تقنيا مش موجود. إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن، نرجو محاولة الاتصال في وقت لاحق. خليني احكي لك من الاول. اخواتنا وحبايبنا بتوع نظريات المؤامره ماسكين في ايه اليومين دول؟ ماسكين في الاستاذ الحاج جيم كاري، وقال لك يا سيدي ان حد عمل استنساخ لجيم كاري وسرق حياته وجسمه، وانه جيم كاري اللي ظهر في 26 فبراير السنه دي في حفل بتاع فرنسا باين من بره ان هو جيم كاري وكل حاجه، ولكن من تحت الحوض كده من جوه مش هو الاساسي. وده اللي خلى فكره النسخه المستنسخه هي اللي تطلع فايرال على السوشيال ميديا. لما جيم كاري ظهر في حفله سيزر اووردز في فرنسا في باريس، والناس قالوا ان ده مش جيم كاري الحقيقي وان ده بديل او مستنسخ لجيم كاري. اصله قال الخطاب بتاع قبول الجائزه باللغه الفرنسيه. طب ما هو ممكن واحد يقول لي طب هيكون حفظ اللغه الفرنسيه قبلها بشهور يا سيدي، اصله لما ظهر مع جيمي كامبل قبلها بكام يوم كان شعره قصير. الله، شعره طول امتى ده يا راجل؟ ده انا بربي في شويه دول من 1974. غير بقى ان في واحد يقول لي ملامح وشه اتغيرت. الله، طب ممكن يكون عمل عمليه تجميل يا سيدي، ما هي الناس المشاهير دي بتعمل عمليات تجميل طول النهار والليل ونفخ وشد وكل حاجه. اقول لك ان عمليات التجميل الضخمه دي للشخصيات المهمه دي بتاخد وقت طويل، وبعدين بيقعد اسابيع عشان النقاهه وعشان الانتفاخات والتورمات والتسلخات اللي تحت بطاطك تروح. يا بنت الكلب يا واطيه يا زباله. بس احنا بنحكي عن نظريات المؤامره، والله انت عايز تصدقها انت حر، ولكن انا وظيفتي النقل الراي والراي الاخر. انسحب تفضل. لانها وصفتني بعدم التهذيب وهذا غير. نحن على الهواء مباشرة. انا قلت لها على الهواء ان شاء الله يا رب نكون في القمر. انا مالي سيدة صفيناز كاظم، نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. واللي زود الطينة بلة زي ما بيقولوا انه الفنان بتاع المكياج اللي اسمه أليكسيس ستون انه نشر صورة ماسك جيم كاري في عز الجدال ده كله على السوشيال ميديا، وده خلى الناس تصدق بالعشرات اكتر الموضوع. طب ايه اللي يخلي الناس تسرق جيم كاري؟ لو احنا نمشي مع الموضوع، واحد زي جيم كاري بيعادي الماسونية بقاله فترة طول عمره، ودايما بيتريق عليهم ودايما بيحاول يفضحهم على السوشيال ميديا. طب يا سيدي عندك حد تاني؟ تعال نشوف حد تاني. طلع يا ابني مقاس تاني اكبر. عندك حاجة اكس لارج مقاس رجالي؟ سيلينا جوميز. سيلينا جوميز. يقول لك بقى يا سيدي اصحابنا انه سيلينا جوميز اللي موجوده حاليا مش هي سيلينا جوميز الحقيقيه. والله زي ما بقول لك كده، قال لك يا سيدي سيلينا لما كانت مع جاستن بيبر كان الماسونيه ضاغطين عليهم ان هم يسيبوا الطفل بتاعهم، لان كان في بينهم وبين بعض طفل، وطلب منهم ان هم يضحوا بالبيبي. هي ضحت بنفسها عشان تنقذ ابنها في سنه 2017. واللي رسخ الاشاعه دي اكتر هو الوشم او التاتو اللي هي عاملاه ده. القرف ده. وعشان بقى زيادة الخير خيرين، قال لك ان الطفل ده بعد كده هو وهبوه لعيلة كارداشيانز اللي هم كيم كارداشيانز والناس المتعلمة جدا دي، وان الطفل ده نفسه بقى ابن الولية دي طنط كورتني كارداشيان. والطفل لما راح عند طنط كورتني بقى اسمه رين ديسكت. رين مطر يعني، من قلة الاسماء يا جدعان. بس يا عم الله يكرمك، احنا كده ركبنا الشلاحات. رجعنا يا اسطى، الله يكرمك رجعنا. خلينا نرجع لموضوع سيلينا. بس ايه دليلهم على موضوع سيلينا ده؟ بعيد عن انه شكلها اللي اتغير شويه والوشم او التاتو اللي لا مؤاخذه في قفاها بقى موجود. الوشم او التاتو ده لا مؤاخذه اختفى اول ما جوزت الواد اللي هو شبه جاك بلاك. وحاجه تانية من اثباتات اصحابنا اياهم اصحاب نظريه المؤامره ان طولها اتغير بشكل شاسع عن زمان. انه لما كانت مع جاستن ده كان طولها وهي مع جاستن،
وجاستن في الوقت ده كان طوله موثق 175 سم، عيل قصير يعني، وهي شكلها في الصوره يبان شكلها قصير عن جاستن 2-3 سنتيمتر. طب فين المشكله؟ المشكله ان طولها بقى جنب الاستاذ بيني بانجو اسمه ايه الواد؟ بيني بلاكو. وحسب ما هو موثق بردك انه طوله 175 سم، وباين في الصوره زي ما انت شايف انه هي اطول منه شويه. ماشي يا سيدي، ممكن نقول لابسه كعب 5 سم 6 سم 10 سم. ليه حضرتك هتجيبي الانتنه منين؟ وجت عند الاستاذ بلانكو وبقت هوبا حبه فوق. في حاجه غلط. مش عارف انا اصحابنا اياهم اللهم احفظنا مركزين قوي مع الناس دي. ما هو برضه لو جيت تفكر فيها ان الموضوع مستاهل الواحد يركز شويه. ممكن تكون قايل انه ناس فاضيه او ناس ما وراش حاجه تعملها، بس اصحابنا بتوع المؤامرات ناس عارفه وفاهمه كويس قوي، بتركز في كل الصور وكل الفيديوهات، ربنا يسترها علينا. المهم عندي حد تاني، هل في حد يستاهل نذكره؟ في بقى الكبيره، القرش الكبير، ملكه مسرح اوائل الالفينات، انت بتاعت I did it again، الحاجه بريتني سبيرز. يقول لك بقى ان الحاجه بريتني الفيوز ضرب عندها من زمان وعامل لها استنساخ من زمان قوي، عشان كده هربت منها على الاخر، ومش عشان الوصايه عليها او حبسها بين 4 بيبان او سرقه عيالها او عيشتها السوداء اللي هي كانت عايشاها لفتره طويله، عشان نظراتها اللي في الفيديوهات المؤخره اللي بنشوفها ليها ما بقتش شبهها بالمره، وطريقه الرقص اللي بترقصه على السوشيال ميديا والحاجات اللي بتستخدمها في الفيديوهات ترعب. سيبك انت من المنظر اللي هي عاملاه والسكاكين اللي هي طالعه ترقص بيها، بص يا حرام على الكلاب الصغيره اللي مستعديه تجري. اجري يا حسين اجري. طب بعيد عن نظريات المؤامره والسف اللطيف ده، تعالوا نشوف اللي موجود اصلا ايه، ورحله الاستنساخ دي بدات ازاي. الموضوع بدا بالضفادع لحد ما وصل للنجعه دولي المعجزه. فكره الاستنساخ في حد ذاتها هي مجموعه تجارب وبيحاولوا فيها العلماء اكتر من 70 سنه دلوقتي، بس هو بدا ازاي وايه اشهر التجارب، وهل فعلا ممكن نعمل عمليات استنساخ للانسان؟ في دي بقى يا صديقي المحترم لازم تعمل سبسكرايب ولايك. لا انا اقصد يعني لازم نرجع بالزمن لورا، وبالتحديد ل 1952 دي كانت اول عمليه استنساخ في العالم. روبرت بريجز وتوماس جي كينج قرروا يعملوا عمليه غريبه شويه على ضفدع. اخذوا نواه خليه من جنين ضفدع وحطوها جوه بويضه ضفدع تانية وشالوا النواه بتاعتها، والنتيجه الجنين بدا يتكون. ودي كانت اول تجربه ياكدوا فيها العلماء ان هو ممكن نقل عمليه الDNA او الماده الوراثيه لحياه تبدا من جديد. بس الدنيا كانت لسه بادئه من اول ولسه الموضوع جديد وبدائي. نروح بقى للتجربه اللي قلبت الدنيا في 1962، يعني بعدها بسنتين، وده كان على ايد العالم البريطاني جون جوردن. والمره دي عمل تجربه اهم، اخذ خليه عاديه من ضفدع بالغ، يعني اي خليه عاديه من جسمه مش حاجه محدده ولا من جنين، وحط الDNA ده في بويضه جديده، وفعلا بدات تتكون الحياه الجديده للضفدع الجديد. والتجربه دي كانت صدمه لكل العلماء، لانه معناه ان ممكن اي خليه من اي جسمك تستخدم لصناعه كائن كامل. ولكن بقى اشهر عمليه حصلت هي 1996، دولي النعجه اللي اتعملت في 1996 زي ما قلت، ودي كانت اتعملت في اسكتلندا في معهد روزلين انستيتيوت. العلماء اخذوا خليه عاديه جدا من صدر النعجه بالغه، وشالوا نواه البويضه حطوها في DNA النعجه وزرعوا البويضه في بديله، وبعد فتره اتولدت دولي، وكانت نسخه DNA مطابقه طبق الاصل للنعجه الاصليه. ودي كانت اول كائن ثدي يتم استنساخه من خليه بالغه. التجارب اللي بعد دولي العلماء طبعا بيتلككوا، يعني يبداوا من حيوانات صغيره لحد ما يتلككوا يوصلوا لحاجه اكبر واكبر. وطبعا انت فاهم انا رايح فين، ولو مش فاهم انا رايح فين يا استاذ سيب اللي بتاكله من ايدك وركز معايا. عملوا تجارب على فران وقطط وكلاب وكل حاجه لحد ما وصلنا لكوريا الجنوبيه. في 2005 تم استنساخ اول كلب في التاريخ سنابي، ولكن بالنسبه للعلماء الموضوع التجربه ده كان صعب قوي، لانه اخذ منهم فوق المئات من المرات عشان ينجحوا مره واحده بس. اخر تجربه بقى معلن عنها في 2018، العلماء في الصين حبايبنا بتوع الصين نجحوا في استنساخ قرد. طبعا انت شايف اهو، بدأنا بالحيوانات الصغيره ورايحين لحد القرد، ويعني العلماء بيحاولوا يتلمحوا كده ويتحكوا في اي حاجه ليها علاقه بالانسان. وده كان مهم جدا للعلماء، لانه القرود الDNA بتاعهم قريب قوي لمين؟ لا مش لسامية جمال، للقطط ولا للكلاب، للانسان. ركز. ده اللي يخلينا نسأل سؤال مخيف ويخليني انا استغرب، هل ممكن نعمل استنساخ للانسان؟
لو هنتكلم علميا ونظريا كتطبيق ممكن، ولكن معظم الدول منع موضوع الاستنساخ ده للبشر لانه يعني زي ما انت عارف غير قانوني بالمره، وان الموضوع ده فيه مشاكل اخلاقيه ضخمه. هو من فوق هلا هلا ومن جوه اسطبل الله وهلي يا ابني ده. بس بجد الموضوع ليه فيه مشاكل، لانه الموضوع بيوصل لمرحله انه هل ده انسان جديد؟ هل ليه حقوق اخلاقيه؟ هل في مخاطر صحيه؟ وغير كده هل الاستنساخ ده نفسه مضمون ومؤكد ولا محتاج مئات المرات عشان نطلع بمره واحده؟ حتى دول لي النعجه ما عاشتش الفتره الطبيعيه او طول العمر الطبيعي المفروض تعيشه اي نعجه. الخلاصه عشان انا صراحه ضغط وشايفك يا اللي ورا تتاوب انت، هل انا شفت حاجات زي كده بعيني؟ هل الحاجات دي فعلا بتحصل حوالينا ولا لا؟ الموضوع ده يرجع لك انت، الموضوع ده يرجع لبحثك وتشوفك على الانترنت. انا اللي بجيبه لك زي ما قلت لك اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا على السوشيال ميديا، ولكن في الاخر وفي الاول نحمد ربنا على نعمه العقل لحد دلوقتي. ما تنسوش تعملوا السبسكرايب وكومنت وسيبوا لي رايكم عايزين ايه في الفيديو اللي جاي. اشوفكم الفيديو جاي ومع السلامه.